السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل قرنبيط. هنجهز بقى حزمة كزبرة خضراء وحزمة بقدونس، وهنقطعه بقى زهرات كده وسط صغيرة اللي انتوا عايزينه. طبعا هو ما بيتاكلش الا سخن، بنقي واحدة صغيرة على قد الوجبة يعني. طبعا واللي عايز يفرزه بيسلقه نص سليقة، وبعد كده يديله صدمة بالمية، مية بتلج، وبعد كده بيحطه في اكياس في الفريزر لو انتوا يعني هتاكلوه في رمضان في السحور. طبعا بعد مية السليق رشة كمون، رشة ملح، رشة سكر. انا اللي حطيتهم. السوسة هي اللي حطاها. نزلت بقى بالقرنبيط يتسلق. طبعا احنا ما بنسلقوش سليق جامد قوي يعني، خليه 3/4 سليق. طبعا في ناس بتهرسه وبتحبه زي الطعمية بالظبط. وانا اللي سلقت. بعد كده بقى هنجهز كوباية دقيق وربع كوباية نشا، كركم وكاري وكزبرة وكمون، ومعلقة صغيرة قوي كربوناتو، وبصل بودرة وملح وفلفل. طبعا حاجات بسيطة قوي يعني، على حسب الكمية اللي انت عاملاها في حجم القرنبيط طبعا. ودي حوالي كوباية مية، معلقة خل، دولت 3 بيضات. طبعا بقى بتقلبي الخليط كويس خالص. طبعا بقى ايه، احتاجت مية تاني، حطيت كوباية المية الكبيرة كلها. دول 3 فصوص توم مفرومين، معلقة عسل صغيرة يا اما معلقة سكر صغيرة. بتدي بتخلي العجين الخليط اللي احنا عاملينه ده بيمسك في القرنبيط. طعمه كان جميل اوي بصراحة. انا حطيت معلقة دقيق تاني، المية جت مني كتيرة شوية. معلقة دقيق كده ومعلقة نشا تاني. اوعى تنسوا المعلقة الصغيرة الكربونات، نص معلقة كربونات يا اما نص معلقة بيكنج باودر. طبعا بقى حطيت شوية بقدونس وشوية كزبرة خضرا، وقلبت بقى كويس. وبعد كده بقى هبص بقى على القرنبيط، كان خلاص استوى. هديله بقى صدمة بقى، اشطفه كده شطفة كده بسيطة تحت الحنفية بمية الحنفية عادية يعني. طبعا لو انت هتفرزيه في الفريزر خليه نص سوا، مش 3/4 سوا يعني. طبعا بقى كده انا مسيبه عليه مية الحنفية، من المية السخنة لمية الحنفية. بعد كده بقى سيبته يبرد خالص، وبعد كده بقى هغلفه بقى بالخليط اللي احنا عاملينه. طبعا بقى كنت مشغلة الزيت. هقلي بقى على طول خلاص، عشان انزل ورا بعضه على طول. نزلت بقى بيه، وبعد كده بقى ايه، ما بتقلبهوش غير لما تحسي ان هو استوى من الناحية اللي انتي منزلاه عليها يعني، عشان ما يتهريش منك. ابتديت بقى اقلب بقى فيه. بص يا جماعة، هو كان مقرمش، بس معروف القرنبيط لما بيتركن بيبقى طري. عشان ما حدش يقول لي هو طري، لا هو كان مقرمش، بس لما بيبرد خالص بيبقى طري.
ده شكله بعد ما خلص. طبعا ما لو حطيتيه على مناديل هيبرد، تملي حطيه على مصفى يا اما راك. ده شكله بعد ما خلص اهو. يا رب يعجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.